ديزني كانت بتكذب علينا، قالت لنا حكايات بشكل وفي الحقيقة هي مش زي ما شفناها ولا سمعناها. أليس في بلاد العجائب لو كنت قريتها وانت صغير بشكلها الحقيقي كان هيجيلك تخلف عقلي زي كده بعد ما قريتها للأسف. فخلينا نعرف القصة الحقيقية لأليس في بلاد العجائب. كان يا مكان أليس قاعدة زهقانة في الجنينة مع أختها ما بتعملش حاجة والدنيا سخنة شوية عليهم، وفي لحظة شافت أرنب عادي بيقول يا نهار اسود هتأخر. المشكلة مش في إنه بيتكلم، المشكلة إنها شافت الموضوع وحسيته عادي، وبعد شوية سألت نفسها هو أنا ليه ما استغربتش؟ حتى لما طلع ساعة جيب من السديري اللي لابسه. أرنب بيتكلم وبيطلع ساعة من السديري حاجة عادية جدا فعلا ما تلفتش النظر. ولما خدت بالها إنها كانت المفروض تستغرب قامت وراحت ورا وشافته بينط في جحر واسع، والعادي اللي اي بني ادم عنده مخ هيعمله بتدخل وراه الجحر. وقعت جواه، بس ما وقعتش اللي هو دب، لا دي فضلت تقع بالراحه لدرجه انها لقت مكتبه وهي بتقع وطلعت منها علبه مربى علشان تاكل منها في سكه السفر دي، لكن لقيتها فاضيه فقامت مرجعاها في مكان تاني عشان ما تقعش على راس حد لما تقع تحت. وفضلت أليس تقع كده لمده طويله لدرجه انها نعست في الطريق، وفجاه وقعت على كومة أعشاب وورق فما حصلهاش حاجة، وشافت الأرنب من بعيد ومشيت وراه في الممر. وبعد شوية اختفى في قلب قاعة فيها بيبان كتير ومفتاح صغير قوي على ترابيزة. ولما أليس جربت المفتاح ما كانش مناسب لأي باب منهم، لكنها شافت ورا ستاير أبواب صغيرة مش أكبر من 40 سنتيمتر، واتفتح باب منهم بالمفتاح فعلا، وبصت منه بعينيها. تخيلوا شافت ايه؟ أجمل منظر في حياتها، أجمل جنينة في حياتها، وكانت عايزة تخشها بس حجمها ما يسمحش إن هي تخش من الباب. ولما بصت وراها لقت على الترابيزة إزازة مكتوب عليها اشربيني، فهي قالت لك أنا مش عبيطة، أنا هشوف لو كان في كلمة سم على الإزازة يبقى مش هشربها، بس ما لقيتش فشربتها فانكمشت وصغرت وفرحت بقى إنها خلاص هتخش من الباب. لكنها بتكتشف اكتشاف مهم. إيه هو؟ إن هي نسيت المفتاح فوق الترابيزة اللي بقت طويلة جدا، وبتعيط على غبائها. وبتتلفت وراها بتلاقي حتة كيك مكتوب عليها كلني، فبتقول بس حلو ده أنا هاكلها، لو خلتني أكبر هاخد المفتاح، ولو صغرتني هعدي من تحت عقب الباب. فكلتها وتحولت لعملاق كبير لدرجة إنها ما بقتش شايفة رجلها، وبقت بتفكر إن تخلي رجلها خلاص تعتني بنفسها لوحدهم بقى، ما هي مش هتطولهم، وتبقى تبعت لهم هدايا بقى من وقت للتاني عن طريق البريد. والله العظيم ده الكلام اللي بيتقال في الرواية. المهم خدت المفتاح من على الترابيزة وفتحت الباب وقعدت تعيط جنبه عشان حجمها ولانها مش عارفة تخش للجنينة. عيطت لحد ما اتجمعت بركة دموع حواليها، وفي اللحظة دي شافت الأرنب المستعجل وهو بيقول أنا هتأخر على الدوقة. قامت نادى عليه عشان يساعدها، وطبعا أول ما شافها اتخض وجري. إيه يعني إيه إنسان بيتكلم؟ ومن كتر التغيرات اللي حصلت لأليس بتبدأ تشك في نفسها، وعلشان تحاول تتأكد إنها هي بتراجع في دماغها جدول الضرب. أيوة بقى جزء تعليمي في الرواية أهو، تعال أوريك جزء منه كده. 4 في 5 ب 12. والله ما أنا عارف دي قصة أطفال إزاي، ده أنا أهو كبير وحاسس إن أنا جالي تخلف. المهم إن أليس بتخرج من جدول الضرب وبتدخل على عواصم العالم. لندن عاصمة باريس، وباريس عاصمة روما. لا غلط، كله غلط. مسكت مروحة وجوانتي كان وقعوا من الأرنب لما اتخضوا جري، وقعدت تهوي على نفسها علشان إيه؟ حست إن الجو حر، وخدت بالها إنها بتنكمش ولسه هتفرح وتقول هيه عشان هتصغر وتدخل من الباب، بتفتكر ولتاني مرة إنها نسيت المفتاح على الترابيزة، وبتتشنكل وبتقع في بركة مية مالحة اللي هي البركة اللي اتكونت من دموعها لما كبرت، وفضلت تعوم فيها للبر التاني. وفجأة بتلاقي بقى في وسط البحيرة فار، هو بيعوم في المية فبتسأله اروح فين، لكنه ما بيردش عليها. قامت مجربة تكلمه بالفرنساوي وبتقول له الجملة الوحيدة اللي تعرفها بالفرنساوي قطتي فين. وطبعا الفار اتخض وخرج من المية، فرجع تكلمه بالانجليزي وتعتذر له عن اللي قالته لانه اكيد بيخاف من القطط، فبيأكد لها الفار انه فعلا بيخاف منهم. اخيرا معلومة صح في الرواية دي. لكنها ما سكتتش وقالت له لو شفت قطتي هتحب القطط، شعرها الجميل وصوتها الهادي وقدرتها على صيد الفئران. طبعا صاحبنا الفار اترعب اول ما سمع اخر جمله، فقالت له خلاص انا اسفه. طيب بتحب الكلاب؟ في كلب مزارع جارنا
بيساعد جارنا ده في كل حاجه، وبيقضي على الفيران اللي بتدمر مزرعه. طبعا مش عايز اقول لكم ان الفار سابها ومشي، فنادت عليه وقالت له انا اسفه خلاص مش هتكلم عن القطط ولا الكلاب. ساعتها قال لها احكي لك حكايتي لما نخرج من البركه اللي بقت زحمه وفيها حيوانات كتير، وخدها وراح على الشط، والطيور والحيوانات اللي كانوا بيعوموا في البركه عاموا وراهم. ما عاوزين يسمعوا الحكايه، هي جت عليهم واتجمعت الحيوانات على الشط واتكلموا اعبث كلام ويا بعض علشان ينشفوا، بيملوا يعني. ولما فضلوا مبلولين طائر الدودو قال لهم نعمل سباق من غير 1 2 3 ولا اي حاجه. هو قال سبق من هنا، واللي جري جري، واللي قعد شويه لحد ما فهم وانطلق، واللي قعد ما بيعملش اي حاجه، والكل بيجري مفيش اي هدف في المطلق. لحد ما الدودو اعلن بعد نص ساعه ان السباق خلص. ولما سالوه مين اللي كسب قال لهم كلكم. قالوا له طب فين الجوائز؟ راح مشاور على أليس وقال معاها دبسها، وخلاهم يتجمعوا حواليها. وساعتها ما لقيتش اي حاجه غير كيس حلويات في جيبها وزعته عليهم. المهم بعد ما خلصوا طلبت من الفار انه يحكي حكايته. الفار بقى فتح بقه بكلام ملوش علاقه ببعضه، ولدرجه انها سرحت. ولما قال لها انت سرحتي قالت له لا سامعاك كمل، انت كنت بتقول اي كلام. راح غضب جدا ومشي وسابها مع الطيور. قالت يا ريت القط بتاعي كان هنا، كان شاطر في صيد الفيران والعصافير والطيور. طبعا الطيور ساعتها سابوها ومشيوا، فقعدت تعيط بعد ما بقت لوحدها. هو حضرتك كنت مستناهم يعملوا ايه بعد اللي قلتيه ده؟ قعده عربي وبراد شاي؟ المهم ان هي قعدت تعيط لحد ما جه الارنب كان بيدور على المروحه اللي ضاعت منه. بتبص حواليها لا لقت الترابيزه ولا الابواب، لقيته بيقول لها تدور له على المروحه والجوانتي في البيت، ففهمت انه كان فاكرها الخدامه بتاعته علشان نظره ضعيف، وراحت ناحيه بيت صغير جميل. طلعت الدور اللي فوق خدت مروحه وجوانتيات، ولقت ايه؟ لقت ازازه فيها مشروب بس ما قالهوش اشربني، لكن ده ما منعهاش انها تشربه علشان زهقت من حجمها. وساعتها اتضخمت جدا لدرجه انها ملت الدور كله، ودراعها خرج من الشباك ورجلها دخلت جوه المدخنه. جه الارنب وشاف اللي أليس عملته. هي مش شايفه حاجه ومتكومه في الاوضه، بس سمع محاولاتهم للدخول من الشباك اللي ايديها سداه، وحاول يخشوا من المدخنه بس شاطت برجلها اللي بيحاول يخش، وسمعتهم بيقولوا انهم هيحرقوا البيت، فزعقت وهددتهم انها هتجيب لهم القطه. بعد شويه لقت حجاره بتترمي على الشباك، بس لاحظت ان الحجاره لما بتقع على الارض بتتحول حلويات، ففكرت انها ممكن تاكلها يمكن تصغرها، ولو كبرت هتعمل ايه يعني؟ ابوس ايدك كفايه اكل وشرب انا تعبت. وفعلا تاكل وتصغر تاكل وتصغر، وراحت واخده ديلها في اسنانها وجريت بعيد عن البيت جوه الغابه. وبعد ما بقت في امان حطت خطه ترجع لحجمها الطبيعي وتروح للجنينه الحلوه اللي شافتها، لكن ما عندهاش فكره تطبق الخطه ازاي. فقابلت جرو بس خافت يهاجمها، فلعبته بعصايه وهربت منه. ولقت مشروم فطر اكبر منها، حبت تبص فوقه، لقت دودة أز قاعدة عليه بتشرب نرجيلة شيشة يعني. دودو ده صاحب كيف، شد نفس وسألها انت مين؟ قالت له والله انا مش عارفة، قعدت اكبر واصغر مش فاهمة انا بقيت مين. فضلوا بقى يتكلموا لحد ما الدودة خلص الحجر، وقبل ما يمشي قال لها جنب من الفطر يكبرك وجنب يصغرك، واختفى. طبعا أليس مش عارفة انهي جنب اللي بيعمل ايه، فجربت حتة من جنب فصغرت، قامت واكلة حتة بسرعة من الجنب التاني، وفجأة لقت راسها بقت فوق لدرجة انها وطت رقبتها عشان تخش من بين الاشجار عشان تشوف جسمها. فضلت بقى تاكل من كل جنب علشان تظبط حجمها زي ما هي عاوزة. بس كده نجحت في نص خطتها الاولانية، وبعدها مشيت في الغابة لحد ما لقت بيت. قامت صغرت نفسها شوية عشان ما تخوفش سكانه، ولقت خادم شكله شبه السمكة. فتح له خادم شبه الضفدع، سلموا رسالة من الملكة للدوقة، دعوة للعب الكروكيه، دعوة للعبة الكريكت. وبعد شوية خبطت هي على الباب وسمعت دوشة كتير، تكسير صحون وزعيق، لدرجة ان هي لما فتحت الباب لقت طبق طاير في وشها. دخلت لقت نفسها في مطبخ وريحة الفلفل عالية والكل بيعطس، الدوقة والرضيع اللي شايلاه، بس الطباخة وقط ضخم مبتسم ما كانوش بيعطسوا. والدوقة بتجاوب على سؤالها عن القط المبتسم، وبتزعق للعيل اللي في دراعها وتشتمه. ولما الطباخة شالت الاكل وفضلت ترمي حاجات على الدوقه والرضيع، أليس بتقول الدوقه ان ده ما ينفعش، قامت حرفيا رميالها الطفل اللي كانت بتهزه بعنف، وقالت لها خدي انت نايميه، عشان كانت عايزه تستعد لمباراه الكريكت مع الملكه، وسابتها ومشيت. قد ايه انت حنينه واطيه يا دوقه. أليس خدت العيل اللي بيتصرف زي الخنزير كده لحسن يموتوه وخرجت بيه للغابه، ولما بصيت له لقيته خنزير، راحت منزلاه ومشي في الغابه. ولقيت القط المبتسم واقف على فرع باصص لها، سألته تروح فين؟ قال لها ناحية اليمين صانع القبعات، وناحية الشمال
أرنب شهر مارس الوحشي، بس كلهم مجانين حتى أنا وإنتي. يا ترى اختارت تروح فين؟ ايوه بالظبط، راحت ناحيه ارنب مارس الوحشي. لقت ارنب مارس الوحشي قاعد مع صانع القبعات على ترابيزه كبيره وساندين على فار نعسان وبيتكلموا كلام عبثي، لدرجه انه سالها احنا يوم ايه علشان يظبط ساعته البايظه اللي بتظهر ايام الشهر مش ساعات اليوم. ده غير انه كمان بيتكلم على الوقت علشان يثبت ويتحرك بسرعه، وبيقول ان الوقت ده كان صاحبه بس اتخانق معاه في شهر مارس بسبب الارنب عشان الملكه اتهمته انه عايز يختل الوقت، ومن ساعتها الوقت واقف على الساعة 6 وقت الشاي، وده سبب انهم قاعدين هنا بيشربوا شاي طول الوقت. ده لو انتوا قاعدين بتصطبحوا مش هتبقوا بالدماغ دي. وفي النهاية أليس زهقت وسابتهم ومشيت، وفي الغابة لقت باب في الشجرة، فتحت لقت نفسها عند الترابيزة اللي كانت عندها في أول مرة، فكرت بقى تتصرف بذكاء، فخدت المفتاح من على الترابيزة وصغرت نفسها ودخلت أخيرا من الباب بتاع الجنينة اللي كانت عايزة تدخله من الأول. لقت جوه ورق كوتشينة بيدهن ورد أبيض بالأحمر، ولما شافوها سألتهم بيعملوا كده ليه؟ قالوا لها إنهم نسيوا وزرعوا ورد أبيض بدل الأحمر، ولو الملكة عرفت هتقطع رقبتهم. وساعتها عدى الموكب بتاع الملكة وهما بيتكلموا، والكل انحنى إلا هي، مش عشان مش عارفة، عشان شايفة إن ليه أنحني وما اتفرجش على الموكب، ما هيبقى فايدته إيه الموكب لو هي ما شافتوش؟ صراحة منطق يعني. فقامت الملكة واقفة قدامها وسألت مين دي؟ وشافت الورد وأمرت بقطع رقبة ال3 ورقات فخبتهم أليس. ولما الملكة سألتها هم فين؟ فتوهت في الكلام، فعزمتها الملكة إن هي تلعب معاها كريكت، وهناك شافت الأرنب وبصت حواليها ما لقيتش الدوقة، فسألته هي فين؟ قال لها إن الملكة أمرت بقطع رقبتها عشان الدوقة ضربتها بالقلم، وابتدت أعبث لعبة كروكيه في الحياة، حاجة شبه السباق اللي كان في الأول، كله بيلعب في وقت واحد بمضارب من طائر الفلامينجو الحقيقي، بيمسكوه بالمقلوب ويضربوا كور من أنافد، والهدف ورق كوتشينة منحني كده، والأقواس دول بيتحركوا مكانهم شوية والكور تتمشى شوية، والملكة واقفة فوق كل ده وبتشاور تعرس ده وده وده. أليس حست بالهبل فقالت أخلع قبل ما يحصل خلاف بيني وبينها وتقطع رقبتي. فظهر القط المبتسم فجأة لكن راسه بس اللي ظاهرة، فكلامه ما عجبش الملك، فطلب الملك من الملكة ان هي تؤمر بقطع رقبته، وحصل جدال بقى ازاي يقطعوا رقبة مش متوصلة بجسم. فقالت الملكة لو ما حلتوش الموضوع ده هأمر بقطع رقبتكم كلكم. أليس اتصرفت وقالت ان القط ده ملك الدوقة وهي اللي هتعرف تحل الموضوع، وعقبال ما راحوا يجيبوها من السجن كان القط اختفى. ايوه ما تستغربش، هي اتسجنت لحد ما يقطعوا رقبتها. نسيوا بقى كل ده ورجعوا يلعبوا كروكيه تاني، ومع نهاية اللعب كانت حكم على كل اللعيبة يتقطع رقبتهم، وعفى الملك عنهم علشان يخلص الموقف العبثي ده. والملكة بتاخد أليس علشان يروحوا يسمعوا من السلحفة المتوهمة اللي بيتعمل منها شوربة السلاحف المتوهمة، يسمعوا قصتها، ولقوها قاعدة بتعيط على صخرة، فضلت تحكي حكاية ملهاش معنى وهي بتعيط. وبعد ما خلصت عبث جه الدور على أليس اللي حكت قصتها من اللي حصل لها من أول النهار. والغريب بقى يا عماد انهم كانوا شايفين بقى كلامها عجيب، والله زي ما بقولك كده. وفي لحظة سمعوا صوت بيقول محكمة، وكان في عنقاء قاعدة معاهم بتسمع السلحفة، خدت أليس على مصدر الصوت، وهناك الملك والملكة كانوا قاعدين، وولد الكوتشينة متسلسل والكل موجود، وفي النص صينية فطير كبيرة، والجريمة ان ولد الكوتشينة سرق الفطير اللي الملكة عملته. استدعوا الشهود، واول شاهد مين بقى؟ صانع القبعات. وهم بيستعدوا لسؤاله أليس لاحظت انها ابتدت تكبر، ومش الشاهد الاول من غير ما يقول اي حاجة مفيدة غير عن الشاي. تاني شاهد كان طباخة الدوقة، حصل هرج ومرج في المحكمة والشاهد اختفى. الشاهد التالت بقى كان أليس، وهم بيسألوها الملك قال ان اللي طوله يزيد عن 2000 متر ممنوع من دخول المحكمة، لكنها رفضت تخرج، فنفضوا لها وابتدوا يستجوبوا المتهم، وأدلة الإدانة ولا حاجة، وحتى الجواب اللي معتبرينه دليل إدانة مش بخط إيده، وكله كلام ملوش علاقة بالفطاير أصلا. وأليس عمالة تتدخل عايزة تفهم إيه علاقة ده بالتهمة، وشدت مع الملكة اللي فورا أمرت إنهم يقطعوا رقبتها، بس حجمها بقى عادي، فالأوراق طارت علشان تهاجمها، ففي لحظة وقعت على الأرض، ففاقت لقت نفسها نايمة على حجر أختها، واكتشفت إن كل ده حلم. وساعتها أليس فضلت تحكي لأختها عن الحلم الغريب ده، ولما بتسيبها عشان تخش تشرب الشاي عشان تبلع العبث اللي هي شافته، أختها بتغمض عينيها وبتتخيل حلم أليس والحيوانات
والكائنات اللي فيه. بس كده. لويس كارول صاحب أليس في بلاد العجائب شخصيته عاملة زي بيت المرايات اللي في الملاهي، كل ما تقرب تلاقي حاجة أغرب من اللي قبلها، وفي كلام كتير اتقال عنه. بس خلينا نمشي مع اللي معروف ومؤكد. كارول كان عنده صداع نصفي غريب مصحوب بهلوسات بصرية، وده طبعا واضح من العبث اللي سمعناه من شوية. والدكاترة دلوقتي بيسموا مشكلته بمتلازمة أليس في بلاد العجائب. الواحد فيها بيشوف الدنيا بتكبر وبتصغر. الإحساس ده غالبا هو اللي خلاه يكتب مشاهد كلني أكبر، اشربني أصغر. كمان كان مهووس بالأرقام بطريقة تخوف شوية، وبيكتب كل تفصيلة في حياته، الكتب اللي اشتراها، الناس اللي قابلها، اليوم اللي خرج فيه، وحتى حاجات تانية صغيرة ملهاش أي لازمة، كأن حياته دفتر حسابات ضخم. النوع ده من الهوس بيخلي طبع الإنسان شكله غريب وبارد، زائد بقى كان بيعاني من قلق اجتماعي جامد، بيتلخبط في الكلام وبيزهق من اللقاءات الطويلة، فكان يهرب للكتابة. رسائل طويلة، أفكار غريبة، وشخصيات مش ماشية بقوانين الواقع. الراجل قطع بنفسه صفحات من يومياته، خصوصا في الفترة اللي كان قريب فيها من عيلة ليندل اللي كانت فيها أليس الحقيقية. الصفحات دي لحد النهاردة محدش عارف ليه اتشال، وده بيفتح باب الشك. شك انه كان بيحب الطفلة أليس حب بيدوفيلي، واسم الكاتب الحقيقي ما كانش لويس كارول، كان اسمه تشارلز دوجسون، واختار الاسم المستعار ده عشان يخبي شخصيته، كأن في اتنين عايشين جواه، واحد منطقي وراسي والتاني ساكن في بلاد العجائب. لسه ما خلصناش، كان عنده كمان هوس بالالغاز والاختراعات الصغيره. اوضته كانت عامله زي معمل مخترع مجنون، كاميرات بدائيه، اجهزه صغيره بيجرب فيها افكار غريبه. عقله كان نصه رياضيات ونصه خيال مش ماشي على قوانيننا. المضحك بقى انه كان بيكره الشهره، ما كانش يحب حد يقول له ده اللي كتب أليس، كان بيحس انه بيتفضح، كأن الحكاية فضحت اللي جواه من غرابة. النتيجة عقل كان شايف العالم بمنطق الأحلام مش بمنطق الواقع، وده اللي خلى أليس مش مجرد حدوتة، لكن بوابة لواحد كان هو نفسه عايش نص حياته جوه بلاد العجائب. أو الرواية نتيجة هلاوس مجنون وعبقري، وممكن زي ما جواهر قالت يكون حبيب مريض ومش منطقي، وما تصلحش للأطفال، أو تصلح الله أعلم. وحاولوا تقروها، ولو ما عرفتوش أديكوا خدت مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الأيام إنكم تقروها. وأشوفكم قريب بمختصر مفيد مع أحمد حسن.